اصطدتوها. اللهم صل على النبي. اديني شخورة. الله وبولتي كمان، يا صلاتك يا نبي، وبوري كمان، ده انت حظك واسع يلا. فانزات اشتركت كنت احلى كتاكيتو. صلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب. وما تستغربوش السمك طالع عليه من الميه ما بتنططش، اصله متفرهد يا جماعه من الحر، كان بيلعب كتير في الميه. هنمسكه اول حاجه كده في الوجبه بتاعتنا الرئيسيه والاساسيه النهارده. هنغسل الرز غسله الاول بنت لذين، هنجيبه بصله كده مبشوره ناعم وعليها شويه فلفل وشويه كمون وشويه ملحون، وننزلوا بقى بيهم في البوله اللي احنا حاطين فيها شويه الرز المصري المغسولين، وعليها كده شويه من الطماطم مع الصلصه وشويه من الزيت الجمال اللزاز. هتلخبطي كله في قلب بعضها هوب ده بكيكش على باظ وتشقلطين في قلب الصينيه بتاعتك، وتسقيلهم شويه ميه عشان هم تعبانين زي حالات وريقوا ناشف وحلو مهدود. بس قلت يا بت وعادي النهارده هناكل اكله عظمه، عشان كده احنا مضحيين بكل حاجه بالمال والبنون. كسرنا الحطب وولعنا الفرن، حطينا الرز المعمر، واحلى صينيه رز بالطماطم بتتاكل مع اي حاجه وفي كل مكان. قولوا لها روحي الله معك. وعلى الفرن يا جميل. والنهارده بقى السؤال المهم والاساسي، احنا في البلد عندنا ايه اليوم اللي بناكله فيه سمك؟ ده يوم عالمي، البلد كلها بتاكل سمك في اليوم ده. اللي يعرف بقى يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يستنى وانا نقول لكم اليوم ده ايه. هنردمه كده السمك بتاعنا ترديمه كويسه كده خالص في الرده، والسمك في صاج ونزقوه في النص على طول، ونروح اقول له روح الله معك، ونولعه كده شويه قش. شوف الحلاوه والشقاوه. هتجيب بقى شويه توم وشويه من الفلفل كل الالوان، اصفر احمر اخضر زي اشاره المرور بالظبط. تنزل بشويه كمون وشويه ملحون وتدقيهم، وتقلب السمك على الناحيه الثانيه عشان السمك ده لازم يبقى بوشين زي ناس كتير احنا نعرفهم. واللي عنده حد بوشين ما ينساش يكتب لنا هو مين. لا الله ربنا يستر بقى عليه وما تقولوش على حد. وهنا بعد ما عصرنا الليمون ونزلنا عليه بالدقه اللي عملناه، هنجيب شويه ميه كده من الاولى عشان السمك طالع من الفرن ريقه ناشف هو كمان. هنحط فيها شويه ملحون ونرشها عليه، ونجيب ورقه الفويل كده ونلفها. ما عندكيش فويل مريب باي غطا عشان هو حران مش سقعان في نفس الوقت فلازم يضغط. وتعالى على شويه السلطه العظمه دول. هتخرط الطماطم وعليها البصله تخريط ناعم جدا، واهم حاجه الخيار. سلطه يعني خيار، ما اعرفش في ناس ما بتحبش الخيار. وحبه كده من الجرجير تفرميهم ناعم، وشويه من القرن الفلفل الموحوح علشان تاكلوا من هنا ويجيلكم البواسير على طول. وهنا الحاج صاحب البيت قلت له السمك ما يحلاش من غير الليمون، قال لي السمك عليك والليمون علي. راح جاب لنا شويه ليمون عصرناهم كده على السلطه. شفتوا الجمال والحلاوه، شفتوا الشياكه والاناقه. دوق يا فرعون. تعالي كده كتكوت معايا بعد اذنك، زومي لي بقى هنا ووريني التفاصيل والديتيلز والجمال والحلاوه. بسم الله. شويه الرز اللي بالصلصه دول الجامدين الجاحدين، هو على البق. وتعالوا بقى ندوق السمك اللي احنا صيدينه من القناه بتاعتنا اللي هي تبع الترعه دي. على فكره يا جماعه هو دايب دوب لان الشخوره ما بتاخدش شاوي. ما يغركمش اللي هو ان هو مستوي على الاخر كده، بس ده ايه احسن حاجه فيه. بصوا الفصوص، الله يا ريتكم كنتوا معانا كنتوا دقتوا الكلام ده. ما فيش بقى احلى من سمك الترعه. ففي حد هيطلع فلحوس كده يتفلحس في الكومنتات ويقول ازاي يا ترعه فيها شخوره؟ ما يعني الشخوره بتيجي منين؟ ما هي من ترعتنا طبعا. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.